محمد الدكر صحفي طبعا العظيم والكبير اللي بيغطي اخبار النادي الاهلي ودايما عنده كل الخلفيات وكل الحصريات. يا استاذ محمد ما محمد، عنديش شد في الخلفيه. دلوقتي في كلام بيتقال انه عزيز يعقوبه عنده اصابه مزمنه والكشف الطبي فشل فيه، وكلام تاني بيتقال انه اجتاز الكشف الطبي والدنيا تمام وزي الفل وهيلعب. ايه الوضع حاليا واحنا النهارده كام 4 يناير وبالليل؟ هيلعب في الاهلي ولا مش هيلعب؟ 50 50 الدنيا ماشيه ازاي يعني؟ 50 50 يعني الكشف الطبي الاولاني لسه لقوا في بعض المشاكل البسيطه، هم عاوزين يتاكدوا من كشف دقيق بكره قبل ما يحسموا الموضوع عشان ما يكرروش ازمه بيرستاو الاصابات المتكرره في الخلفيه. هو عنده مشكله في الاماميه، وجاني هو كان عامل 2 صليبي، فخايفين نوعيه ارض الملعب سواء في التتش او في مصر خلص على الوقت بدري فيبقى فهم مقلقين، فبكره هيتعملوا اخر كشف طبي وهيتعمل الصفقه اما سمير او بقى. يعني هو الكلام دلوقتي هو حاليا قادر يلعب، بس هو الخوف انه يكون عنده اصابه ممكن تتجدد في وقت جاي. تتجدد على طول كل فتره يعني ممكن زي بريستاو كان ممكن يلعب ماتش وماتش تاني يتصاب مره واحده خلفيه باي حركه لا اراديه بتتكرر. هم الاهلي عندهم بيقول لك في مشكله وخايفين في حاجه اسمها زي تلاف كده في الاماميه، فلسه في كشف بكره دقيق تاكد هل هي دي مستمره معاه وبتروح وتيجي وبيتعالج ويلعب عليها تقعد فتره وبعد كده تتجدد، ولا ان ممكن موضوع اصابه عاديه وممكن يبقى موجود ويكمل في الاهلي، خاصه ان هو لعب اخر مباراه مع فريقه قبل ما يجي مصر. فهم يعني الكلام من مسؤول التعاقدات ان 50 50. طب الاقرب ايه من وجهه نظرك؟ يعني لسه ما فيش احتمال اقرب، هو 50% مكمل و50% لا، ما فيش اي انطباع دلوقتي لسه اتبنى. هو عشان الاهلي مش عاوز يحسم الموضوع بعد ما اتفقوا على الصفقه واتفقوا على الامور مع ناديه وكل حاجه وميل وبتاع، فانت برضو مش عاوز تستعجل، يبقى استعجلت في القرار بتاع اللعيب ناديه هناك يقول لك لا دي كشف طبي ده سليم، فانت مش عاوز يبقى انت مسؤول او استعجلت في قرارك. فهم عشان كده اجلوا لبكره الموضوع كشف الطبي الثاني الدقيق. طيب السؤال بقى، كولر مقتنع بيه وهو اللي مختاره ولا ده ترشيح من النادي ومن اداره التعاقدات؟ لا اكيد هو يعني كولر لجنه التخطيط واداره التعاقدات في النادي الاهلي رشحوه للراجل، والراجل شاف اشارات كتير، شايف ان هو الانسب في ظل الظروف القماشه اللي عنده موجوده في الفريق. هو خلاص انت عارف ان هو بقاله فتره بيعاني وبيتكلم في تصريحات كتير في المؤتمر الصحفي ان عندنا مشكله في الهجوم وان هو بيعاني، فهو عاوز لعيب زي ما بيقولوا هجام. واللعيبه اللي الاهلي كان بيتفاوض معاها في افريقيا معظمها كلها لعبت مع انديتها في افريقيا، فصعب جدا ان هو كان يجيبهم. عشان كده يعني دانيال افري اللي قاله بتاع منتخب غانا اللي هو راح سويسرا في ديورك ده كان موجود في الاهلي وفي القائمه، لكن مشكلته انه شارك في الكونفدراليه مع هارتس اوف، فطبعا الراجل قال لك مش محتاجه، مش هلعب دوري وانا محتاجه في افريقيا، والتارجت بتاع النادي الاهلي افريقيا. فعشان كده هو الراجل قال لك ان ده بيقول له ايه يعني اعور في وسط الصعومي اللي جوله. معظم اللعيبه اللي كان عاوزها كان حاطط مستويات من كان مهاجم بتاع منتخب تشيلي في برازيلي بتاع مارسيلو اللي بيلعب، كل دي الارقام بتاعتهم مبالغ فيها، فهو شايف ان الارقام دي مبالغ بيها جدا في النادي الاهلي، فعشان كده سقف التعاقدات في الاهلي هو اللي حجمه، فعشان كده راحوا للمستوى الاقل بالنسبه للمقابل المادي بالنسبه للدوري البرتغالي يعني. طب هو كان محدده بالاسم ولا قال لهم انا عايز مهاجم بمواصفات كذا وهاتوا اللي تجيبوه؟ لا يعني ده السؤال. لا خالص، هو كان حاطط اسماء كمان. هو يعتبر لو رجعنا للمصدر المسؤول يعني ومش عاوز يزعل، كان يعقوب كان ترتيبه الرابع تمام، اللي هو كان بس الامور الماديه هي اللي خلتهم يوصلوا ليعقوب. الدولار بقى والارقام اللي اتفقنا ما قلت فخلاص يعني. طيب سؤال تاني مهم، نفترض لا قدر الله على لسان جماهير الاهلي ان الصفقه فشلت والراجل ما اكتشفش الكشف الطبي، في اسماء محدده هيتم التعاقد معاها او التفاوض معاها بعد يعقوب ولا لسه بقى هيفكروا؟ يعني في اسامي على اللائحه؟ لا في بلان بي موجودين، وفي لعيب في الدوري الاماراتي ممكن يخلص فيه اللي هو الغيني كمارا ده يحاول يخش فيه برضه، ممكن يبقى تحت السن. الاهلي حط برضه حسابات اولوياته في كلام. الاهلي استفسر عن موضوع ابو بكر فينيس اللي هو مهاجم النصر، هل هيمشي؟ فممكن الاهلي ياخده كاعاره ويدفع فيه مبلغ وانه يبقى يعوض له الحته الهجوميه في نفس الوقت يبقى كتسويق برضه. دي برضه كلها في الحسابات وطرحت في الاجتماع بتاع امبارح في لجنه التخطيط ان ابو بكر فينيس قال لك طلبوا من امين يستفسر هل هيمشي من النصر، وممكن الاهلي يفكر فيه وياخد التجربه ان انت طالما تدفع بفلوس ممكن تجيب لعيب زي ده بحجم ابو بكر يعالج لك المشكله الهجوميه وفي نفس الوقت اسم كبير تقدر تستفيد منه تسويقيا الفتره الجايه. طيب دلوقتي الاهلي مخلص كريستو محمد الضوي بشكل رسمي، هو محتاج دلوقتي موجود في تونس واحنا بنتكلم، ومعاه على عبر الزوم المحامي السويسري مونتيري بتاع النادي الاهلي عشان الصيغه القانونيه
في موضوع انهاء الازمه بتاعت كوليبالي، ازمه الاقساط بتاعت كوليبالي، وازاي هيتعمل صيغه ويتم التوقيع عليها بشكل رسمي عشان تروح للفيفا عشان يرفعوا الايقاف عن النجم. كده الموضوع اتقفل، الموضوع اتقفل ماديا كده الموضوع. طيب $300,000 للاهلي فوق البيع للنجم الساحلي. خالد عبد الفتاح خلصان على 6 شهور بنيه البيع. ماشي. مين بقى الاهلي داخل فيه دلوقتي تاني كصفقات؟ مروان عطيه وبديله في بوبو وغنام من فيوتشر. دول الاهلي شغال، دول برضو ليد يعني. الف بوبو غنام ديفندرات 2 ومروان ديفندر، يبقى كده الاهلي عايز ديفندر. اما هو واحد مروان رقم 1. الناس قالوا النهارده عبد الرحمن جبنا الاستاذ محمد شوقي نقول له بقى في البرنامج اهو منين الاهلي عبد الرحمن خارج الحسابات. طيب في اي مراكز تانية هيتم دعمها من الدوري المصري غير مركز الديفندر؟ في المدافع عمر فايد بتاع المقاولين الاهلي بيقاتل عليه وكولر كان عاوزه عشان دعم الحته الدفاعيه في النادي الاهلي. انت الاهلي الفتره الاخيره في اصابات كتير ما بين متولي ومحمد عبد المنعم ان هم بيلعبوا بشكل اساسي. الراجل مش مقتنع ان ايمن اشرف يلعب مساك، هو شايف ان هو باك ليفت، وحتى باك ليفت هو شايف ان هو عشان موضوع خشونه الركبه ايمن اشرف بعد الفتره الاخيره. رامي ربيعه الراجل برضه لسه مع يعني بالنسبه له رامي شايف ان هو لعيب كويس، قال لك ان هو مش يعني ممكن يمشي في يناير تقرير. يعني ممكن رامي كان جاي له سموحه طالبه اعاره والاتحاد كده. حسام حسن، زياد طارق رسمي خلاص سموحه. رامي احتمال يمشي. مين تاني اللي على لائحه الاعارات؟ ما بين فيوتشر والاتحاد في محمد فخري، في عبد الرحمن مانو، في الاثنين اللي هم الجداد بتوع دجله ممكن يطلعوا اعاره برضه، كريم الدبيس وعبد الرحمن الزايد. زي الفل. شكرا يا استاذ محمد الدكر. شكرا. اشوفك في حلقات جايه ان شاء الله. يا دكتور.